السلام عليكم متابعين قناة يوميات حنان، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما ديما اليوم جبت لكم جنيحات ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا غادي نحيد لهم داك العظيم ديالهم وغادي نعمروهم. هانتوما شوفوا معايا، غادي نديروا فيهم الكفته وغادي نديروا شويه ديال الشعريه صينيه وشويه ديال القزبر معدنوس وشويه ديال العطريه. كيف كتشوفوا عندي شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الهريسه والزيت البلديه بطبيعه الحال. دابا غادي نجيو للجنيحات، غادي نشوفوا الطريقه ديال تحيات العظم ديالهم. صراحه كيشدوا شويه ديال الوقت ولكن ساهلين، ما صعابينش بزاف، لان هنا العمليه يعني شويه شدت لي شويه ديال الوقت، تقريبا شي 2 دقائق في الجنيح. زربت لكم هنا واحد شويه باش ندوز دغيا، ولكن العمليه واضحه. حيت العظم الاول دابا هنا كيبقاو لي ديك 2 عظيمات، ديك العظيم الرقيق دغيا كيتحيد ساهل، كيبقى العظيم الاخر كنحاولوا معاه لان فيه داك العصيبات وداك القرويشه ديالو كتكون شاده. هانتوما ها هو من بعد ما حيدت العظيمات ديالو كيجي بحال هكذا، كيولي مرخي وخاوي من الداخل، يعني قابل للتعمار. بحال هكذا حيدت لهم كلهم بحال هكذا الجنيحات اللي عندي تقريبا 5 ديال الجنيحات هنايا. خويتهم العظيمات مع بايتين مغسولين ومرقدين في الحامض والملحه، صبحوا طريين. دابا هنايا عندي الكفته ديال البقري معطراها، هنا دايره لها البصله ودايره لها العطريه ديالها، قزبر معدنوس، الملحه، شويه ديال الثومه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، البزار، شويه ديال السكينجبير. هنا الشعريه الصينيه كنت سلقتها وفركتها شويه، غادي نعاود ندير لها هنا شويه ديال العطريه ديالها كيف كتشوفوا، قزبر معدنوس والعطريه اللي عديت لكم في الاول. بغيتو تزيدوا لها شي حاجه اولا شي منكه زيدوا لها من عندكم، راه كتجي زوينه. وزيت البلديه ضروريه احسن من الزيت العاديه. هيا زدت لها شويه ديال الموطارد كيجي زوين. صافي دابا غادي نستمر هكذا في التخلاط باش غادي نبدا نعمرهم باش يجيوني ساهلين. الشعريه الصينيه انا كنت قطعتها بالمقص باش ما تجينيش طويله وتجي صعيبه في التعمار. هيا من بعد ما عمرتها انا جبت واحد جبت هنايا واحد الاخر ديال الحلوى عمرته باش غادي نبدا كيس حلواني، غادي نقطعو من الراس وغادي نعمرو بالشعريه باش ملي كنكون كنعمر جنيحات كيجيني ساهل احسن ما نبقى ندير المعلقه اولا بيدي. وإلا كنتو نتوما عندكم شي تعميره واحده اخرى ممكن انكم ديروها. انا المهم حاليا هادشي اللي كان متوفر عندي في الدار. ممكن انكم تعمروهم بلي شامبينيون، ممكن انكم تعمروهم باي تعميره بغيتو نتوما. درت لهم هاد الطريقه هذه باش تجي ساهله كيف ما كتشوفوا، احسن من المعلقه كما قلت لكم في الاول. بحال هكذا وغادي نعمروهم كيجيو ساهلين وكيجيو زوينين في نفس الوقت. هنايا ما سحبتليش، ما بقاتش يدي كتبان، ولكن هنا غادي نوريكم كيفاش عمرتهم. هانتوما كيف كيجيو عامرين وكيجيو يعني مدكنين من الداخل. هما بعد ما عمرتهم كلهم هانتوما كيف كيجيو بحال شي حمامه بحال هكذا، كيجي الشكل ديالهم زوين، ومني كيطيبوا عاد كيجيو حسن.
هانتوما كيجيو بحال هكذا، وديك الحله اللي كتبقى في الراس او اللي كانت عندهم شي تقيبه في الجنب كنشدوها بداك العويدات ديال السنان اولا الكيردون، كنسدوها. واللي ما بغاش يدير لهم كيردو كيدير لهم شويه ديال الابره والخيط، كيخيطهم غير واحد جوج غريزات وصافي باش ما كيتحلوش في الطياب. وصافي دابا من بعد ما سديناهم تقريبا كلهم غادي نديروهم في المقله وندخلوهم في الفران. قلت لكم في مقيله كنديروا شويه ديال الزيت البلديه وكنفرشوهم في المقله بحال هكذا. الا كانوا عندكم بزاف يعني كيجيو متشادين، الا كانوا عندكم يقلال بحال اللي درت انا بحال هكذا. المهم ديروهم في مقله وديروهم في الفران يطيبوا. شعلوا عليهم من الفوق من التحت. خداو معايا تقريبا 40 دقيقه ديال الطياب اللي خداو معايا. ها هما من بعد ما طابوا جاو محمرين وغزالين. انا دهنتهم هنايا من الوجه ديالهم شويه ديال الموطارد والزبده باش جاوني بحال هكذا مذهبين. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. بقات لي داك شويه ديال الشعريه والكفته درتها بحال هكذا، كانت مازال لي ورقه عمرتها ودرتها بريوات. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم وبصحتكم وراحتكم.